الراجل قال للشيخ يا شيخ أدري إن العزل مكروه. يا أخي هذه الغباء، اللي بلغك أن العزل مكروه ولم يبلغك أن الزنا حرام أصلا. ده أنت عديت مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ احنا في حلقة جديدة من حلقات البودكاست. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد. وايه اخبار اللحمة؟ أكلتوا اللحمة ولا لأ؟ يعني كل الناس عمال في صعود في موضوع اللحمة. يعني في ناس سافرت بالظبط، في ناس قعدت كلت لحمة، الناس اللي قضمت بقى الايام اجازات بقى وهناخد فدهم من الحد للحد باين. ففي ناس خدت الاسبوع الحد والاثنين اللي هم كانوا قبل الوقفة، دول اللي كانوا في ناس ممكن بتشتغلهم. ففي ناس ايه راحت واخداهم. ما هو لضم جمعة وسبت وخد حد واثنين ولضم لحد يعني. بس احنا نزلنا لقينا المصالح الحكومية شغالة، نزلنا لقينا المصالح الحكومية. كان عندي تخوف يا جماعة ولكن يكونوا قافلين ولا حاجة عيدهم مرة اخرين. فقال لك لا، فتحت لقيت ان الاجازة الرسمي من يوم الثلاث، قلت خلاص ننزل يوم الاثنين مفيش اي مشكلة، ما عندناش اي مشكلة. مفيش اي مشكلة بالظبط. رحنا لقيناهم شغالين. بتوع القطاع الخاص بقى هتلاقيهم هم اللي خدوا الحد والاثنين وراحوا ضاربين بقى بقية الاسبوع. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العيد الكبير. يا رب ان شاء الله تكون ايام مفترجة علينا جميعا يا رب. وبمناسبة العيد وبمناسبة البنات لنا هنا وقفة. ايوه تمام. الحلقة المرة دي انت اللي هتديريها بقى. انا اللي يعني التابلت معايا يا جماعة، اللي مع التابلت بيدير الموضوع. فالناس اللي شافت الحلقة اللي احنا نزلناها من حبة وشوية كده، حبة وشوية، حبة حلوين. ما اعرفش الحبة وشوية دول يعملوا كام كيلو يعني، بس مشكلة. تمام. انتوا اكيد مقدرين يعني حبة وشوية الاوزان اللي هي بتوصلها دي. تمام. الحلقة بتاعت بوبي اللي كان في شنطة السفر بالظبط، كان في معنا قصة قعدنا حكيناها. اللي ما شافش الحلقة ما شفتهاش ازاي يعني؟ انا مش فاهمه. انت فايتك كتير. اوكي فايتك كتير. تمام. يا اما ده هتلاقوها في الاي اللي فوق، يا اما ده هتلاقوها في اخر الحلقه بيننا هنا اهو. اتفرجوا عليها، بس كملوا معانا القصه اللي هنقولها دلوقتي. الاول احضروا معانا القصه. فالناس عجبتها القصه، فقلت طيب بناء على طلب الجماهير نجيب قصه جديده، نبحث عن قصه جديده. بالظبط. تمام. وبعدين حبيت اعلي العيار. تمام. ايوه. لان القصه بتاعت البوبي اللي في شنطه السفر كان في عليها قولان ان هي حقيقيه او مش حقيقيه. يا ترى ده حدث حقيقي ولا ده تخيلات مثلا يعني حد أو حاجة كان خياله سرح بيه. بالظبط. فحكى القصه دي. ولكن القصه اللي معانا النهارده حقيقيه 100%. حقيقيه، انا اتاكدت بالدليل. قالوا له بالظبط بالدليل. يعني هوريك الدلائل والبراهين. براهين هاتي لي براهين هنا عشان بالظبط. فطبعا الناس اللي شافت عنوان الحلقه عجله الجبنه ب $13,000. $13,000. اللي شايف عنوان الحلقه عجله الجبنه ب $13,000. ب $13,000. يا نهار ابيض. احول فلوسي جبنه طيب؟ لا انا خليكي تغيري رايك دلوقتي. انا هغير رايي. طب انا اجيب فلوس وبعدين بحولها. ينفع نحولها جبنه ولا لا؟ فهو الشخص اللي معاه القصه بيقول ايه؟ الخناقه على عجله الجبنه. فخليني اديكي انترودكشن تمام للقصه. طبعا خلينا نبتدي الاول انه القصه دي اجنبيه، ففي حاجات انا يعني مصرتها على اساس ان احنا نعرف نتكلم يعني ما افضلش كل شويه اشرح حاجات على اساس ان هي بره الثقافه بتاعتنا. فيعني انا ظبطتي بس كده مواقف تبقى ماشيه مع المصري بتاعنا. فهو بيقول هل انا غلطان ولا لا؟ خطيبته سابته عشان عجله الجبنه. ده السؤال. سابته عشان عجله جبنه. بالظبط. فده السؤال. ايوه. فبيقول واحد عنده 27 سنه وخطيبته 26 سنه بيحوشوا مع بعض علشان يدفعوا مقدم شقه. هو بيشتغل وهي مش بتشتغل. تمام. هو حوش حوالي $32,000 وهي حوشت عليهم 4,000 بس. تمام. فهو ليه النصيب الأكبر في الفلوس. فهو حاسس إن هو شايل الموضوع كله ومن حقه إن هو ياخد أي قرارات مالية بما إن هو ليه النصيب الأكبر في الفلوس.
تمام. دي اول غلطه. يعني هو عشان انا ليا نصيب كبير، فانا اقدر اقرر نعمل ايه بالفلوس، ومش مدي الطرف التاني. دي غلطة فعلا، بالظبط، مش معنى ان هي مش نصيبها معنى ان انت اقل ان هي ملهاش قرار احنا يعني. شركاء يعني، بالظبط مش المفروض يعني على. طب ارجع لي الاول قبل ما يعني تعمل نعمل اي اي حاجة حاجه. يعني. المهم بيقولك هو بيتفسح في منطقة ريفية في كندا، لقى مزرعة، القصة بتحصل في كندا، لقى مزرعة عاملة زي مزاد أو بيبقى اتقال عليها فارمرز ماركت، يعني سوق زي احنا عندنا سوق الفاكهة وسوق الخضار، بيبقى سوق للمزارعين تشتري صفحة جبنة، اوكي. صفحة لبنة، صفحة لبنة ده عايز بكميات، يتروق. بالظبط، بكميات كبيرة، بكميات بقى، يعني الناس اللي هي بتشتري بنظام الجملة. بالظبط. تمام. او لبيع حاجه نادره مخزنينها في المخازن بتاعتهم. فلا ايه، لقى عجله جبنه شيدر وزنها حوالي 63 كيلو متعتقه بقالها 21 سنه. اوه، تمام. 21 سنه. 63 كيلو. 63 كيلو. تمام. الجبنه دي معموله بطريقه تقليديه قديمه جدا، والطريقه دي انقرضت، ما بقوش يعملوا الجبنه دي بيها، وطعمها مركز جدا. وبيقول ان الجبنه دي متعتقه 21 سنه، والرطل منها اللي هو الباوند، اللي هو الرطل ده بتاع زمان كيلو وشويه، كيلو حاجه. بيتباع برقم خيالي. فالمزرعه كانت عارضه العجله دي كلها للبيع ب $18,500. اوه، 18,500 $500. هو معاه 32. تمام. هو بقى حسبها بحسبة بيزنس واستثمار، وقال انا لو خدت العجلة دي كلها وقسمتها على حتت صغيرة وبعت كل نص كيلو تقريبا او ربع كيلو $60، هعمل من ال18,000 دول 38,000. يعني هو هيضاعف الفلوس في 2 او في 2 فهو فكر في الموضوع كاستثمار، وان هو لو اشترى العجلة على بعضيها وقسمها وبدأ يبيعها كارباع او انصاص، ان هو كل طبعا بيعة هيبيعها بالظبط هيستفيد منها، هيكسب منها. تمام. راح شاري عجلة الجبنة العملاقة دي وحملها في العربية وروح بيها. تمام. وبيقول اول ما دخلت الشقة خطيبته ساكنة معاه في نفس الشقة افتكرتها مفاجأة الأول إن هو جايب حاجة، اشترى حاجة مفاجأة يعني وبتاع. فأول ما بدأ يشرح لها الموضوع الاستثمار والبزنس وكده، وشافتها إن هو دفع الفلوس كلها في الجبنة دي، نص الفلوس أو أكتر من نص الفلوس، وشها قلب. ما زعقتش وما اتخانقتش ومش عارف ايه، وقالت له بكل برود انها ضد هذا التصرف، وازاي انت تتصرف في الفلوس، وان دي كانت مقدم شقه ومش عارف ايه، مش فلوس انت تجيب بيها جبنه. بالظبط. تمام. ولمت هدومها وراحت عند اهلها وخلاص. احنا بنحوش الفلوس مع بعض عشان نجيب شقه، مش عشان تروح تجيب بيها جبنه. بالظبط. تمام. فهو بقى كاتب ومقتنع ان هو غلطان، ان هي غلطانه. تمام. وان هو مش غلطان خالص، وان هي مقفوره ومش فاهمه سوق الاستثمار، وتحويشتنا اصلا ما كانتش هتكفي شقه، فكان لازم يعمل هذا الاستثمار عشان يضاعف الفلوس اللي كانت معاهم، عشان يكبر المقدم بتاع الشقه. فكره ان هو ياخد خطوه جريئه ففيها ان انا يعني ادخل بتقلي اشتري حاجه واستثمر فيها، وانا كده هكسب، فكبر فلوسي بطريقه سريعه. لان انا لو فضلت احوش بنظام ان انا كل ما اقبض مرتبي احوش، هقعد وقت طويل عشان اعرف اشتري الشقه. بالظبط. وكمان انت لما بتحطي مقدم كبير، الايجار او القسط بعد كده بيبقى صغير. فهو عايز يكبر المقدم عشان بعد يقلل بعد كده المستقطع من فكان لازم يستغل الفرصه دي. هل انا غلطان فعلا، ولا هي اللي ما عندهاش طموح في العلاقه؟ عارفه البني ادم ايوه، لما يبقى مش واخد باله من المشكله، انت داخل على المشكله، يعني هو مش واخد باله من المشكله الاساسيه، ومركز في الحاجه الفرعيه. يعني هو مركز في رد فعلها هي، انها سابته ومشيت، اتعصبت وبتاع، وهو مش واخد باله من المصيبه اللي قدام عينيه بعجله الجبنه اللي جابها. يعني كارثه يا فندم، انت عملت كارثه.
تمام. حضرتك المشكله مش ان هي مشيت، المشكله في المصيبه التانية اللي انت جبتها، انت عملتها مع نفسك بالظبط. تمام. ف احنا عندنا هو عمل ريسك جامد ومخاطرة كبيرة ان هو يروح يشتري حاجة. يعني اعتقد انا من وجهة نظر لغاية دلوقتي ان هو ما بيفهمش فيها. يعني هو يعني هو عمل ريسك كده جامد في حاجة هو اشتراها، بس هو مش عارف يعني هنعمل ايه بالظبط. ايه الاكشن بلان بعد ما اشترينا؟ بالظبط يعني هل انت، ما هو الموضوع مش جبنه، هل انت يعني ليك باع في الجبنه يعني؟ بالظبط. ليك ليك سوابق. فاحنا عندنا ابديت، يعني عندنا ابديت هو عمل ايه بعد كده. تمام. ولكن احنا ايه، خلينا نشوف الكومنتات الاول على الناس اللي علقت على البوست الاولاني. هو كده منزل بوست بيقول ان هي غلطانه بالظبط، وان هي مش فاهمه الاستثمار، مش فاهمه الاستثمار، وانا بحاول اكبر الفلوس بسرعه بالظبط، وبجتهد ان انا نجيب الشقه يعني. بالظبط. فاحنا عندنا كومنتات على البوست الاولاني. فواحد دخل كتب له بيقول له ايه، طب وريني شطارتك يا مستثمر، ابدا قطع الجبنه وبيعها وبعدين تعالى قول لنا عملت ايه. ايوه يعني انت جاي تقول لنا هي رد فعلها، طب خلاص روح بيع الجبنه. انطلق وربنا يوفقك وتعالى قول لنا عملت ايه بقى في الاستثمار الجامد بتاعك ده. بالظبط. في واحد كومنت تاني قال له بص، انا مصدقك ان الجبنه دي غاليه وان في ناس ممكن تشتريها، بس الناس دي هتشتريها من تاجر معروف ومضمون، مش من واحد غريب معدي في الشارع. يعني حتى في سوق الخضار والمزارعين الناس بتحب تشتري من الشخص اللي عمل الجبنه بنفسه، مش واحد غريب رايح جاي بعجل الجبنه شيدر في ايده بيعيد بيعها. صحيح. تمام. فبرضو انت لما تيجي تبصي للموضوع برضو في حتة الاكشن بلان، انه ماشي انا لما بروح اشتري جبنة كمستخدم كمستهلك، انا بروح للسوبر ماركت الهايبر الكبير اللي انا ضامنه ان هو جايب الحاجات بتاعته منين، حاجات نظيفة ومحطوطة في التلاجة ونظيفة قدامي وعليه سحب، بتتسحب الحاجة وبتيجي تتحط غيرها على طول، فالحاجة ما بتقعدش عنده. مش هروح لحد واقف في الشارع بيبيع جبنة. بالظبط. انت يعني كشخص بتستثمر فلوسك في الجبنة، هتاخد الجبنة وتقف تقطعها هتحطها فين؟ بس يعني هتبيعها لي اونلاين ولا هتبقى مش فاهمة حرفيا. ايوه. في حد تالت رد عليه، اخر كومنت هنشوفه، بيقول له انت تعرف كام واحد مستعد يدفع $120 في كيلو جبنة اصلا؟ انت تعرف، انت عندك فكرة ازاي تخزن الجبنة بشكل امن وصحي لحد ما تبيعها؟ طب تعرف ايه هي القوانين الصحية لبيع المنتجات الغذائية؟ طب بلاش، تعرف قوانين الضرايب بتاعت البيزنس اللي انت فتحته فجأة ده؟ وبعدين قال له في الاخر صاحبتك تلاقيها جابت اخرها وزهقت من حواراتك ومشاريعك اللي بتطلع بيها كل شويه. فواضح ان دي مش اول مره ليك. كون ان هي سابته ومشيت، انت ايوه انت ليك سوابق يلا. واضح ان انت دي مش اول مره. في واحد بيقول انت بتقول ان الكيلو او الرطل من الجبنه دي في العادي بيتباع $120 صح؟ طيب انت لو حسبت انت دفعت كام في العجله دي، هيطلع انك شاري الرطل بواقع $132. يعني انت اصلا شاريها غاليه ومضحوك عليك وهتطلع خسران من قبل ما تبدا. ففي حد حسب الحسبه ال18,000 اللي هو دفعهم على 63 على كيلو او العجله، قسم الفلوس عليها فلما قسمها لقاه هو حاطط الرقم غلط اللي هو هيبيع بيه، فيبقى هو اصلا هيبيع بخساره. بالظبط. يا نهار ابيض. تمام. وقعد عمل له حسبه بقى، انت لو بعت الحته اللي مش عارف كام بكام يبقى مش عارف ايه. المهم حسب له الحسبه كلها يعني. المهم طلع له في الاخر ان هو اشترى العجله $18,500، هيبيعها ب19,200، يعني هيكسب $700 في القصه دي كلها. وبعد معاناه بقى وبتاع. بالظبط. فانت كده هتخسر الفلوس. في جزء كبير من الكومنتات ما كانش مصدق اصلا، مش مصدقين اصلا القصه، وبيقولوا بقى ان هم انتوا بتقولوا اي هري والسلام. في ناس على فكره بتحسي ساعات ان ممكن يبقى في قصص مش حقيقيه. بالظبط. يعني في ناس قعدت تقول قصه ايه وفيها غباء كتير قوي. من كتر ما هي فيها حاجه مش طبيعيه يعني، او غريبه مش هتعرفي تتعاملي معاها يعني. فعلا بالزبط. الناس اتعاملت بالطريقه دي او الشخص ده اتصرف كذا. بالظبط. فاحنا عندنا
الصورة دي هعرضها لكم على الشاشة دلوقتي. صورة عجلة الجبنة مكتوب أوكي. عليها التاريخ 4 والتاريخ. فبراير 2005. وهو كتب اسمه اليوزر بتاعه على ورقة قدامها عشان يثبت لنا ان هو نفس الشخص اللي عندي عجلة الجبنة دي فعلا. فانا حقيقي مش بضحك بالظبط. تاريخها 4/2/2005. 4/2/2005. القصة نازلة بقى لها 4 شهور، يعني 2026، فهي بقى لها 21 سنة. حاصلة قديمة جدا. هم غلفوها وكتبوا عليها تاريخ اليوم اللي خزنوها فيه. تمام. بعد شوية، بعد فترة كام يوم، شاف كومنتات الناس وشاف ردود والناس اللي ادت له افكار. بقى القصة ضربت وناس كتير علقت، واللي كدبوه واللي وصور لهم وبيرد عليهم في الكومنتات يثبت لهم ان هي العجلة بتاعته فعلا ومش عارف ايه والقصة بقى. فبيقول يا جماعة انا فكرت وشفت الكومنتات بتاعتكم، حابب اقول لكم انه خطيبته خلاص ما بقتش في الصورة وما بقاش فيه بينا حاجة. هي الصراحة مخها صغير وما عندهاش القدرة على المجازفة، عشان كده انا قررت ادخل في البيزنس ده بكل قلبي واركز فيه. هيركز في البيزنس، ربنا يستر. يعني بعد ما هو جالنا في الاول في البوست الاولاني يسألنا إذا كان هو غلطان ولا صاحبته وخطيبته هي اللي غلطانة، فاحنا قلنا له ان هو غلطان وان كويس ان خطيبته سابته ومشيت. هو رجع قال لنا انا سبتها وهروح اكمل في البيزنس. على فكرة انا مش اساسي بالنسبة لي وجودها، وانا هكمل كده كده. انا عيني على المكسب يعني صم بكم عمي مفيش. يعني مهما انتوا بتتكلموا مش هي دي مشكلتي. خطيبتي موجودة ولا مش موجودة، لا انا مهم عندي انا عايزة هكسب كام بقى من الجبنة. بالظبط. وقال لك هدخل في البيزنس ده بكل قلبي واركز فيه. الجملتين اللي بعدهم بيقول ايه؟ الاول رحت المزرعه وللموزع عشان ارجع على جلة الجبنه والم فلوسي. يعني هو حاول الاول يتراجع قبل ما ينزل يلم. انا قلت اوزع اللعب على القطرين الاول وبعدين الم الفلوس براحتي. انت مش لسه بالجمله اللي قبلها. انا قررت ادخل في البيزنس واركز فيه. انا داخل. فاول خطوه عملتها ان انا حاولت ارجعها. يا الله. وكنت فاكرهم هصعب عليهم ويدولي الفلوس. يا عيني. انا شخص عبيط واشتريت بالغلط يا جماعه، رجعوها والنبي. يعني انت عارف ان انت عبيط. انت عارف ان انت عملت غلط. هو عارف انه عبيط. يا نهار ابيض. مش انت لسه من شويه قالت هخش في البيزنس بكل قلبي واركز فيه؟ يا لهوي. ليه هتصعب عليهم؟ انت ليه مشتت يا ابني كده؟ وكانوا خلاص هيوافقوا لحد ما خرجوا يبصوا على عجلة الجبنة في العربية بتاعتي، واكتشفوا اني الاسبوع اللي فات وانا بحاول افتحها قطع البارافين الشمع اللي مغلف الجبنة من بره. فكده تعتبر اكنها باظت، لان هي مش باظت، يعني تعتبر اتفتحت خلاص. فهم مش هيعرفوا ياخدوها، لان هم ممكن ياخدوها بعدين تبوظ منهم بسبب ان انت فتحتها. فهم مش هيرجعوا الفلوس بناء على هذا الاساس. بالظبط. هم باعوها بالسعر ده على انها هي اصلا مغلفة، يعني 21 سنة متشالة متقفلة. يعني يعني دي حاجة انتيك مثلا، ولا حاجة تحفة، ولا حاجة هتتشال، ولا حاجة تتباع لناس بقى، يعني هتتباع يعني بالارقام الغالية دي في الاوتيلات الغالية، والناس هتقدر تقدر قيمتها طول ما هي لسه مقفولة. ولكن انت بعد ما انت فتحتها هتستهلك خلاص، لان هي تتعرض للهواء وللبكتيريا ولازم تتاكل، يعني مش هينفع تتباع. فلما لقوه فتحها ما رضيوش. فبما اني دلوقتي لبست في العجلة انت عارف ان انت غلطان ومش عايز تعترف. فبما اني دلوقتي لبست في العجلة الجبنة وزنها 63 كيلو قيمتها فوق $30,000، قلت لازم احمي الاصول بتاعتي. يعني ركز بقى يلا.
والاستثمار ده ما سيبوش يبوظ. رحت اشتريت تلاجة عرض كبيرة بتاعة السوبر ماركت محترمة، وجهاز ديجيتال للتحكم في الحرارة والرطوبة، وجهاز ترطيب صناعي، وجهاز شفط هواء وتغليف، وحصيرة عشان اعتق الجبنة. الموضوع ده كلفني كام؟ 8000 ونص، كمان فوق ال 18 اللي دفعهم تمن عجلة الجبنة. يا لهوي. عارف انه غالي، بس ما كانش ينفع اسيب الاستثمار يبوظ. في استثمار، في شغل بقى، انا لازم احافظ على فلوسي اللي انا اشتريت بيها العجله. فعشان احافظ على العجله لازم اجيب لها ثلاجه واجيب لها حاجه تحافظ على درجه وضغط الحراره شفط الهواء وحصيرة وحاجات فده لبس يعني قبل ما الاستثمار يبوظ. احب اقول لك ان انا جايبه لك اخبار من المستقبل. هو كده باظ. كده باظ حضرتك عشان انت فتحته. يا لهوي. تمام. المهم التوصيل وعلى ما وصل الاجهزه دي تعب جدا نوصلها للبيت، وبعدين باب الشقه كان ضيق، فاضطر ان هو يخلع باب الشقه من المفصلات عشان يعرف يدخل التلاجة دي جوه البيت. وبعدين من كتر الفرحه وكده قعدت على الموبايل اشوف طريقه تشغيل الاجهزه دي، ونسيت اركب باب الشقه مكانه. ففجاه لقيت دخل عليا صاحب البيت، داخل عليا جوه الليفنج عادي، لان هو سايب الباب مفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم. الباشا مأجر مكان، مش مشتري لسه، مش مشتري. لأنه هو بصي بقى، هو اصلا صاحب البيت ده بيكرهني وشايل مني، عشان من كام شهر كنت بقطع حديد وبعمل حدادة في المطبخ بجهاز قطع البلازما. ما شاء الله. انت عارفه من 3 ثواني من 3 ثواني انت بتعمل شكل لما كنت بقول لك ان هي دي مش اول مره ليه، وان خطيبته سابته عشان عنده سوابق. ادي السوابق اهي، في بوادر حاجات حبانه اهي جايه علينا. جهاز قطع البلازما بتجيبه منين اصلا؟ بتجيب منين الحاجات دي؟ بتعملها بتجيب منين قطع الحديد بالبلازما كده ازاي؟ اول ما دخل وشاف باب الشقه مخلوع وجنبه التلاجة والاجهزه وعجله الجبنه، وقعد يزعق ومش عارف ايه، وقال لي انت قلبت الشقه مشروع تجاري وده خطر على العماره، ممكن الاجهزه دي تسحب كهرباء عاليه فتعمل حريق ومش عارف ايه. فانا قلت له الجبنه دي للاستهلاك الشخصي. يا نهار ابيض، جايب عجله جبنه 63 كيلو استهلاك شخصي عشان اقنعه ان انا مش هعملها. يعني ومفيش بند في عقد الايجار بيحدد للمستاجر ياكل كام كيلو من منتجات الالبان في شقته. بالظبط. يعني انا والله عداها العيب وازح اجيب انا 63 كيلو جبنه اقعد اكلهم براحتي. هو انت انا حر واجيب لها ثلاجه احط فيها الجبنه عادي جدا. لقيتها لقطه قلت اشتريها. بالظبط. تمام. والمهم تاني يوم الصبح فتحت البوسطه الميل، فلقيت جواب طرد واخلاء من الشقه. الجواب مكتوب بسرعه واخطاء املائيه، فانا عارف ان صاحب الشقه متضايق مني، فكتب باي بتاع بسرعه وخلاص. وانا دلوقتي بجهز القضيه بتاعتي عشان اروح المحكمه وارفع قضيه على صاحب البيت. هل انا غلطان يا جماعه؟ انا بيطردوني من بيتي عشان باكل جبنه وشايف ان ده طرد غير قانوني. بيس يعني نوت في الاخر. ايوه تمام. انا لسه ما بعتش ولا اي حاجه من الجبنه لحد دلوقتي، عشان كده شايف ان طردي من الشقه قرار متسرع وظالم. لسه ما بعتش من الجبنه. انا نفسي ربنا يكرمني وابيع الجبنه. ده يا عيني عمل مشروع وجاب لها ثلاجه وعمل افلام هنديه. برضو المشكله مش في المستاجر اللي هيطردك، المشكله في الجبنه. انت لبست ومش عايز تعترف. المشكله مش في خطيبتك اللي سابتك، المشكله في المستاجر اللي هيطردك، المشكله مش في الثلاجه، المشكله في الجبنه. ركز معانا عشان انت عمال تطلع لنا مشاكل تانية. عارفه انت اللي هو انت دخلت في مشكله فعمال تقع تاني بقى في الدحدح. يعني عماله تجر وتقع في مشكله ثالثه ورابعه. البيت كان ايجار فجاب ثلاجه وبتاع، فالراجل دخل قال له انت كده عملت المكان بقى تجاري مش سكن.
فحصل له مشاكل تانية كتيرة جدا يا لهوي. ف ف يعني الاشخاص اللي هي ايه، يعني انا ما اعرفش ليهم وصف ايه بالعربي نقوله، بس يعني متهور بالظبط في هو ده. انت متهور. بصي انا لقيت صفقة جبنة صفقة بلالين، صفقة بلالين نجاتي ادخل بلالين عشان عيد الميلاد. انا لقيت صفقة جبنة فمش هسيبها يعني انا بص انا ما اعرفش حاجه في الجبنه بس هخش واقطع الجبنه واعمل ترابيزات على طول. وسط الكلام بيبان ان هو مش عارف حاجه. انا رحت ارجعها بس ما رضوش ياخدوها مني. انا هخش في البيزنس ده بكل ثقه، فاول خطوه خدتها ان انا حاولت اروح ارجعها. يا ربنا يا ربنا، انا مش فاهماك. انا مش فاهماك. في شيخ مره شفت فيديو برضو بيتكلم عن شخص بنفس التهور الاتيتيود دي، او اللي هو ايه يعني اللي هو ما بيحسبش الحاجات، وممكن يلاقي حاجه يفتكر انها لا ده انا ممكن اعمل كذا وبتاع، بس ما بيحسبش التبعيات. يعني في كونسيكونسز، يعني في تبعيات للتصرفات اللي انت بتعملها. ايه خلفيتك عن الحاجات اللي انت هتعملها، في تداعيات هخزنها فين. يعني اكتر بيزنس مثلا انت بتقعد تفكري في بيزنس عموما، اخطر حاجه تخشي فيها بلا خبره الاكل. انت ما تخشيش في الاكل خالص بالزبط. ان انت عندك وزاره صحه، وعندك وزاره مش عارف ايه، وعندك حاجات تتاكد ان الحاجات دي نظيفه، واشراف ولازم تبقى انت لو حاجات دي حاجات ملهاش روح، يعني زي ما بيقولوا ليها وقت معين ان انت تقدر تبيعها فيه، فانت لازم تحافظ على درجة حرارتها عشان ما تبوظش وما يجيلهاش بكتيريا، وفيلم كبير جدا. فانت لو كنت قعدت 5 دقايق قبل ما تروح تشتري تخش على الراجل وتقول له اديني عجلة الجبنة دي، كنت فكرت هخزنها فين، وهبيعها ازاي، وهصرف عليها كام، وهبيعها بكام، والكلام ده كله، ولميت الموضوع ده في دماغك، ما كنتش فكرت ان انت ما كنتش بالظبط. وبعدين الفارمرز ماركت دون اللي هو السوق اللي انت بتروحي تشتري منه دون حاجات بالكميات، بيروح ليه اصحاب المطاعم واصحاب الاوتيلات والكلام ده، الناس اللي بتاخد كميات من المزارعين، زي ما احنا عندنا اي مصانع بتاخد كميات من الالبان، او بتاخد كميات من السمنه، او كميات من الزيت، لان هو بيشتغل تمام، بياخد الكميات دي يشتغل عليها، يدخلها على ما يعني ماكينات وحاجات يشتغل عليها على طول. وفي الناس اللي واقفه بتبيع قطاعي سندوتش او كوبايات عصير او حاجات بكميات صغيره للاستهلاك الافراد. لما تروح وتعجبك الجبنه بتشتري سندوتش، مش بتشتري العجله مش كلها. العجله كلها 63 كيلو حضرتك، ما بنعملش كده. استثمر في الجبنه، بنشتري سندوتش وبنمشي، يعني ما بنعملش اكتر من كده. كان في فيديو شفته برضو الناس اللي هي ايه، يعني برضو مش حته تهور قوي، اللي هو ايه، انا مش واخد بالي من المشكله الاساسيه ورحت اعمل مشكله فرعيه وانا مش واخد بالي من المشكله. فالشيخ كان بيقول في فيديو المشهور بتاعه، يعني لو لقيت الفيديو نبقى نحطه للناس في الحلقه، بيقول له يا شيخ، جالي واحد بيقول يا شيخ انا زنيت بواحده وبعدين هي حامل مني، فقال له يا اخي خليت السيئه سيئتين، اولا سيئه الزنا، وتاني سيئه ان انت جبت طفل في الحرام، فالم يبلغك ان العزل، يعني الم يبلغك انك انت بيقول لك من باب اولى انك تعزل علشان ما خلاص. قال له فالراجل قال للشيخ يا شيخ ادري ان العزل مكروه. يا اخي هذه الغباء، بلغك ان العزل مكروه ولم يبلغك ان الزنا حرام اصلا. ده انت عديت الحرام. قال له كان ممكن تعزل وخلاص. قال له بلغني يا شيخ ان العزل مكروه. قال لي يا دي النيله، بلغك ان العزل مكروه ولم يبلغك ان الزنا حرام. فبيقول تشبيه، بيقول ده الشخص ده عامل زي الرقاصه اللي بتطلع ترقص على المسرح وتقول يا رب وفقني، يا رب وفقني. ايوه الشيخ ده زي العسل. فاللي هو الحته دي اللي هو ممكن نركز في المشكله الاساسيه. يعني انت عمال بتتسوح ورا مشاكل. بتتسرسب بالظبط. ففي ناس كتير بقى تواصلت معاه. انا جبت لكم القصه دي علشان انا لقيت ان هي اتشهرت
فقلت ايه، جمهورنا اولى بيها. بالظبط كده، يعني عندنا جمهور احنا جامدين جدا بنجيب بالظبط، الحاجات قلت جمهورنا اولى بيها. بالظبط، ايوه. في كذا حد من اليوتيوبرز اللي حكوا القصه مم. حاولوا يتواصلوا معايا عشان يشتروا الجبنه توفت الى رحمه الله. يا نهار ابيض، يعني إيه ده؟ خلاص. ايه مصير الجبنه اللي مش حصل؟ عارفين. مش عارفين، بس يعني في حد خدها، في حد خدها يعني اتصرفنا فيها. بايه هو الشكل اللي اتصرفنا مش عارفين. فبينه يعني باعها بقى المحل whatever بقى يعني عشان هو مش عارف يتصرف فيها. هو لو كان عم باع الاستثمار اللي هو كان بيتكلم فيه فخور كان جه حكى لنا، كان جه قال هو عمل ايه. انما هو بينه حصلت وكيسه يعني جزء منها باظ او حاجه، فاضطر يبيع الباقي لاي محل او سوبر ماركت او حاجه، وخاف بقى وزع على حبايبه وقرايبه والمجتمع والناس عشان تتاكل الجبنه 60 كيلو. تمام، 18,000 دولار راحت فلوسك يا صابر. ومن هنا أعزائي المشاهدين، أيوة. حسيت إن أنا رجعت بالزمن 30 سنة. أعزائي المشاهدين، أيوة. نرجو إن أي شخص يرجو إن هو يعمل أي استثمار ما يشتريش جبنة، يعني لا تقدم على شيء أنت ما تعرفش عنه حاجة، عشان بدل ما نتسوح كلنا. بالظبط كده. يعني هو فعلا لو عنده خلفية، عنده الموضوع أو عارف حاجة، أو كان باباه بيعمل بالظبط. يعني اللي أنا فهمته كمان شوية من وسط الكومنتات إن هو يعني موظف، ما عندكش يعني ما عندوش معلومات عن الموضوع، أو البيئة ازاي، أو المجتمع، ازاي تصرفها، ازاي تعمل ايه. انما ان انت بس يعني مثلا ايه، لو انت مثلا ايه حد في اي مدينه من المدن الريفيه اللي عندنا مثلا في المنوفيه او الدقهليه او whatever، لو حد مثلا مزارع او حد عمده البلد جاب عجله جبنه ممكن مثلا يعرف يتصرف فيها. يعني هيقطعها ويوزع على اهل البلد مثلا. يعني انت يعني في عندك لو الكوميونتي جاب حاجه اللي تقدري توزعي مثلا وما عرفش يبيعها، هيوزعها على الناس والموضوع خلص. او هيبيعها مثلا للناس برقم بسيط ويوزع على الناس وخلاص. تمام، اكنه سوبر ماركت مثلا او بيقدم خدمه للمجتمع. فلو انا مثلا في عندهم هناك في ولايات تكساس مثلا او اركنسا او كده، دي كلها مدن ريفيه، انت مثلا اللي بيشتغل اللي عنده بيت وارض بفدادين، عنده مزارعين وعنده ناس بتاخد بالها من الحيوانات ومش عارف ايه، فلو اشترى حاجة بكمية كبيرة هيستعملها، هيعرف يقطعها ويصرفها. بالظبط. لو حتى احنا استخدمناها على مدار فترة ان احنا دي تبقى وجبة لينا حتى ولا حاجة. بالظبط، بتبقى أسر كبيرة، اللي هو أب يعني وأم وعندهم 5 أطفال و5 أطفال متجوزين وعندهم أسرتهم. فالبيت فيه 30-40 فرد. مثلا يعني أفهمها. هيبقى في سحب على الأقل، حتى لو أنا استخدمتها لنفسي وأسرتي والناس اللي بتساعدني والكلام ده كله والمجتمع والناس اللي معايا، فانت كده 50-60 فرد 60 كيلو جبنه ماشي، هنقعد ناكلها شهر مثلا. يعني افهمها. انما فردين في المدينه وحضرتك وصاحبتك موظفين، هتعمل ايه بعجل الجبنه؟ هتعمل ايه بالجبنه يا لهوي؟ وانت لازم تلاقي ده الخبره او الوسائل خالص لتصرفها خالص. بالظبط. ما عندكش خلفيه. يعني قال لك انا ما عنديش خلفيه والخلفيه كلها عندك. شالوا اللي ماسكين عجلة الساعة، شالوها. بالظبط. قال له خوف وخفرع ومنقرع وحسام وبكام. ما حدش قال لك. ما عنديش خلفية. ما تزوقيني يا ماما ب3 الزغ تقول لك كل حاجة. ايوه. بس فدي كانت القصة اللي عندنا النهاردة. يعني بتفهمنا حاجة برضو. يعني فكرة ادي العيش لخبازه. بالظبط. يعني اوكي لو انت يعني بلاش استموت على الحاجة. يعني لو انا مش فاهم، لو انت مش عارف ومش فاهم، بلاش ندخل في حاجة احنا مش عارفين عنها حاجة، بدل ما احنا يعني نلوز بقى ونتبهدل وبتاع وفلوسنا تروح عوانطة.
لو انت مستمت على الموضوع وعايز تعمل فعلا، طب ادرس الاول قبل ما تخش بالظبط الموضوع، بالظبط. شوف ايه الحاجات الكويسه اللي فيه، مزايا وعيوب والكلام ده كله، بعد كده هنبقى نقدم على الموضوع ده لو لقينا ان احنا فعلا نقدر نعمله. بالظبط. فيبقى فيه يعني مثلا زيادة. مثلا في حاجه شبه كده مثلا احنا كنا بنعملها لما انت مم. مثلا ايه بتجيبي مثلا 30 كيلو توم وبتفرميهم وبتخزنيهم مثلا يقعد معاكي طول السنه، مثلا تمام. فبتجيبي 30 كيلو توم مثلا في آلية، في بجيب العلبة بحط شوية زيت من فوق بفرمها بنضف بشيل المية عشان المية ما تعملش بكتيريا، يعني في كيفية للموضوع. تقدري تعملي تكنيك معين لحفظ الحاجة انها تقعد معاكي فترة طويلة، بالظبط. فبتقدري تستفيدي منها، ما مش بتجيبيها وبعد شوية تلاقيها باظت ورميتيها، يبقى انت كده خسرتي. بالظبط كده. الناس زمان وفرتيش. احنا بلد الخزين، يعني احنا بالظبط. الناس اللي بتجيب الطماطم في موسم الطماطم وتعصر وتعمل اكياس صلصة خزن وأكياس. بتاع مش عارف ايه، في آلية للموضوع. بنسلق، بنشيل تكنيك. القشرة، بنفرم، بنعملها في البتاع، بننشفها على النار عشان تبقى مركزة، عشان ما تاخدش ما مكان في تحطيها الفريزر، بقى، وانا ما بعد كده تاخدش اما مكان. اطلعها ازود عليها ميه واعملها مش عارف ايه. زمان بابا لما كان بيجيب المانجا ويلف المانجا في ورق وفي كرتون وبنحطها في الرطوبة علشان مش عارف ايه، عشان نحافظ عليها شهر وشهرين ولا حاجة. ففي آلية للموضوع، يعني الموضوع مش عشوائي. بالظبط حاجه معظم يعني كل حاجه محتاجه ان احنا دراسه الاول، يعني انت لو انت بالظبط. ما عندكش خلفيه ادرس الاول وشوف احنا ينفع نعمل ده او لا، اعرف اعملها ولا ما اعرفش. يعني كان بيقول لك دراسه جدول، ده جدول. دراسة مش كانوا جدول. بيقولوا كده يا جماعه في دراسه جدول على الموضوع. بالظبط. فالموضوع أيوة. مش اخش السوق الاقي صفحة جبنة جابها معايا مش ولا انا لقيت فرصة كويسة، يلا نلحق نجيب صفيحة الجبنة عشان هنروح نبيعها وهنختني خلاص. بكره الصبح. يعني بكره الصبح هبيع 60 كيلو بس جبنة. انا اهم حاجة ان انا حزينة عشان خطيبته، يعني البنت خدت ملهاش اي دور بقى بس. يا عيني البنت اتاخدت في الرجلين. ايوه خدت صابونة. بالظبط. بس يعني ممكن يكون حظها كويس انها ربنا نجدها نوس. ربنا نجدها بالظبط. ربنا نجدها نوس. ايوه ويعني هي عيني مشيت بدون اي يعني اي خناق، فواضح ان الموضوع بيحصل بقاله كتير. هي عاشت معاه فترة، فلقيت ان انا كل شوية بتعرض لهذه المواقف. بالظبط. فدي كانت القصة اللي قشبت. القشة اللي قسمت زهر الواتفر الجملة بتقول ايه يعني. أيوة. واللي هي دي اللي خلتها اللي تمشي. قسمت زهر البعير. بالظبط. فربنا نجدها نوس. بالظبط. كانت اتدبست مع الجبنة. ايوه مع انه هو برضو كان فيه مصطلح برضو كان بيقولك ايه، بحمل لها شوية حاجات في كمي، فقال له يعني بحمل لها حاجات في كمي، قال له يعني ايه في كمك يعني، قال له حاجات مستخبية كده، شوية مشاعر مستخبية. كان هو بيحبها وبعدين نسيها بعد كده، قال لك خلاص مش مهم خطيبتي دلوقتي، بس انا المهم ان انا حافظ على الجبنه. حافظ على الجبنه بالظبط. بس فدلوقتي ما كانش فيه مشاعر اصلا، ولا بيعمل لها حاجه ولا ما بيعملهاش. بالظبط. فدلوقتي خسر الشقه وخسر خطيبته وخسر الجبنه. فالحمد لله ربنا. فالحمد لله. بالظبط. خلوا بالكم ما حدش يشتري جبنه عشان الموضوع ما يكبرش معانا، عشان الموضوع بالظبط. اي ما حاجه تلاقوا منها كميات كبيره نشتري سندوتش على قدنا وخلاص، على قدنا ونروح عادي. يعني هندوق ونروح عادي، مش لازم نجيب سيخ الشاورما كله، مش هنعمل بنعملش مشكله. سندوتش شاورما وروح عادي. سيخ الشاورما خد سيخ واروح بيه. يعني انا هعمل مشروع شاورما، اجيب السيخ كله واقف ابيع في الموضوع خرج من ايدينا. نشتري سندوتش وروح خلاص. يعني الموضوع بسيط بس كده. يا رب تكون بقى القصه عجبتكم. نقول لهم ايه، ما تنسوش لايك وسبسكرايب. ما تنسوش في اللايك والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل جديد، ونشوفكم في حلقه جديده. باي باي.